يا شيخ، أنا قلت لمراتي لو ذهبت عند أبيك فأنت طالق. هل هذا الطلاق بالفعل يقع؟ وهل هذا كما يقولون طلاق معلق؟ وما هو الطلاق المعلق؟ حبيبي في الله، خليك معايا، هتعرف يعني ايه طلاق معلق، وهتعرف اذا كان يقع الطلاق المعلق ولا ما يقعش. فتابعونا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن ما صدر من السائل الكريم هو ما يسمى في الفقه بالطلاق المعلق. وما هو الطلاق المعلق حبيبي في الله؟ هو الذي يكون معلقا على زمن أو صفة أو شرط. وحكم هذا النوع من الطلاق أنه يقع عند الجمهور من أهل العلم. ذهب الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، يعني لو ذهبت إلى بيت أبيها يقع الطلاق، سواء قصد به يمين للحمل على الفعل، أو أنه قصد الزجر عن ترك الفعل، أو أنه قصد به طلاقا عند حصول الفعل. ففي هذا كله يقع اليمين أو الطلاق عندهم. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى عدم وقوعه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ففصل تفصيل في المسألة في غاية الروعة، ونحن يعني دائما نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه من التيسير في الدين والتسهيل على الناس. فصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع. تمام؟ يعني الذي يقصد بطلاقه هذا يمينا ولا يقصد طلاقا، طلاقه لا يقع. وإذا حصل المحلوف عليه فيجب فيه كفارة اليمين. نختار هذا القول، نقول للسائل: انت قلت لمراتك مثلا لو رحت عند بيت ابوكي انت طالق، راحت، طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهنا يعني إيه ينتهي كفارة اليمين. وأما إذا لم يقصد به اليمين، يعني قصد بحلفه هذا طلاقا فعلا، فهو واقع عند حصول المعلق عليه. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يختار إيه القول الأيسر والأسهل للمسلمين من باب التيسير عليهم، ونحن نأخذ بهذا القول. وبناء على ما سبق، فإن زوجة السائل الكريم تكون طالقا إذا حصل الأمر المعلق عليه. لو راحت عند بيت أبوها فهي طالق، وهو عدم الرجوع إلى بيتها خلال 40 كما ذكر. وإذا رجعت خلال هذه الفترة فلا طلاق. يعني هو مثلا قال لها إيه؟ لو رجعتي قبل 40 بعد 40 هتكون طالق. لو رجعت قبل 40 لا تطلق. أما لو ظلت حتى أتمت في بيت أبيها 40 يوم فهي الطلاق هنا يقع. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن معه هو أنه لا يقع الطلاق إذا كان لا ينوي طلاقا. نسأله: أنت لما قلت لها تكوني طالق لو رحت عند بيت أبوكي كنت تقصد يمين ولا تقصد طلاق؟ لو قال كنت أقصد يمينا فلا طلاق. لو قال كنت أقصد طلاقا وقع الطلاق لحصول النية. إذا حصل الأمر المعلق عليه وهو عدم الرجوع إلى بيتها خلال 40 فتكون طالق إذا نوى طلاقا. تمام؟ وإنما القصد كما قال هو الترهيب لترجع إلى البيت. هو بيقول إن أنا يا شيخ كنت بقول لها الكلام ده علشان تخاف وما تمشيش وتسيب البيت أو ما تروحش عند بيت أبوها، فكان يرهبها ولم يقصد طلاقا. ففي هذا نقول له: عليك كفارة يمين إذا لم ترجح في المدة المذكورة. والذي نراه ونفتي به في هذا الموقع هو مذهب الجمهور، ويليه في الرجحان طبعا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. في ناس بتاخد رأي الجمهور، وفي ناس بتاخد برأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، ثم يأتي بعد ذلك مذهب ابن حزم رحمه الله. وعلى كل حال فهذا الطلاق إن حصل الأمر المعلق عليه يظل طلاقا رجعيا. يعني إيه رجعيا؟ يعني ترجع إليه بعد قضاء العدة. إذ إن لم يكن هو الثالث
فللزوج ارتجاع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنتهي، ولا عبرة بقول الزوج طلاقا نهائيا، والله أعلم. يعني هو يقصد هنا ان هو على كل حال ان الطلاق اذا وقع بالفعل فهيبقى طلاق رجعي مش طلاق نهائي. يعني طلاق رجعي يعني ايه؟ تراجعها قبل ان تنتهي عدتها اذا لم يكن الثالث، لانه لو كان الثالث فيحصل ايه؟ لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لو كان ده الطلاق الثالث ووقع فلا بد ان تتزوج المرأة زوجا اخر، ثم ان اراد ان يطلقها طلقها ثم تعود لزوجها الأول، لكن لا يقصد بزواجه منها ان هو يطلقها، اللي هو شغل المحل يعني. لكن إن طلقها ويعني طلقها بدون ضغط عليه أو بدون طلب منه، فلها أن ترجع إلى زوجها الأول. فهذه بعض أحكام الطلاق المعلق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن ييسر أمور المسلمين وأن يهدي نساء المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله ورعايته، وتابعونا في حلقات عدة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.